انا هحط منشد. انتهت الفهلوه التدريبيه. الفهلوه في التدريب انتهت النهارده، ده عنوان. اوكي. النهارده الاضافات اللي انت شايفها عمرها ما كانت في النادي المصري. يعني كان في مدير قطاع، كان في مدربين بتشتغل وتحت العنوان اللي بقوله الثلاثه الاضافات اللي موجوده، هو ده العلم. النهارده اللاعب بيبقى معايا في الملعب ساعتين. لا، احنا متواجدين طول اليوم، ولكن كل فريق او كل لاعب بيتواجد ساعتين. حياة اللاعب بره الملعب اهم من التدريب. يعني بمعنى النهارده اللاعب بيخرج بعد المنظومة اللي انت شفتها. طبعا دكتور رائد يمكن عمله مرتبط اكتر بالملعب وتخطيط الاحمال وتنظيم الوحدة التدريبية مع المدربين، ولكن دكتور اسلام مع كابتن كريستينا لهم عمل بيساعد اللاعب ازاي يعيش بعد الساعتين اللي هي بتكمل التدريب اللي خده، لان حياته بره هي المهمة. ازاي ياكل وازاي ينام وازاي كل ده. الكلام ده كانت مش موجود عند اللاعب. يعني تقالوا انه اتدرب مع الفريق ساعتين خلاص استفاد، يروح بقى يتمشى يسهر، يروح ما يلاقيش عشاء يروح نايم، مش اشكال، ياكل اي حاجة. بتعرف ان يا كابتن، بتعرف ان اللاعب مثلا سمع الكلام، مثلا كلام حضرتك او كلام كابتن كريستينا؟ بيبان. هو طبعا لما بيجي بيشتغل في التدريب انت بتلاحظ الكلام ده، ان في استجابة وفي تحسن في المستوى، وفي النواحي الذهنية بقت انشط. استيعابه للكلام اللي بنقوله النظري او الكلام اللي بنقوله في الملعب استيعابه اكتر. انما اذا كان بيسهر وباختصار مفيش اصابات، ده من ايه؟ انه التزم بهذا الكلام، الاحمال التدريبيه مظبوطه، التغذيه مظبوطه، اللايف كوتش الشغل الذهني موجود. فالنهارده تحس بيها ان ما عندكش اصابات. اللاعب اللي بيسهر ما بياكلش كويس، ما بياخدش احمال التدريبيه مظبوطه، دماغه عنده مليانه مشاكل، بيجي تاني يوم بينصاب. حتى لو ما عملش حاجه هتلاقي اصابات كتير، هتلاقي هبوط في المستوى، هتلاقي مهما تديله من جرعات تدريبيه مش هيستقبل ولا هيتقدم خطوه. بدون الثلاثه دول الشغل التدريب ما ينفعش. النهارده زي ما قلت العنوان وداعا للفهلوه التدريبيه واهلا بالعلم. هي دي الكوره دلوقتي. ف زي ما بقول دايما بتخلق، يعني مثلا موضوع التغذيه، الاحمال التدريبيه زي ما قلت دكتور رائد معايا شغلنا في الملاعب والتنظيم والكلام ده. دكتور اسلام موضوع التغذيه، كابتن كريستينا. النهارده اللاعب بقى عنده ثقافه ازاي يعيش، ازاي يعيش كلاعب، ازاي يحب اللعبه، ما يعيشهاش برضو ان هو لبس فلة النادي المصري. لا، يعيش كلاعب بره الملعب وجوه الملعب. بره هو بالملعب معانا غصب عنه هيتعامل كلاعب وهيعيش كلاعب كوره. ممكن كل ده يهدم اذا ما فهمش ازاي يعيش بره. وهنا الكلام هو ده اللي بيخلق عند الولد الثقافه الذهنيه والمعيشيه، والكلام ده كله بيخليه بره مرتاح ويقدر ينظم وقته بعد التدريب عشان يجي تاني يوم. هتحس انت على طول انه نام كويس واكل كويس وفضى ذهنه لشغله في الملعب. فزي ما بقول لك كانت مشكله كبيره في اللاعب المصري، مش البورسعيدي بس، اللاعب المصري
اللي ما يهموش غير الساعتين يحضر التدريب ويروح. ايه اللي يحصل بعد كده مش مشكله. وتهيأله ان ما دام اتمرن هو استفاد، وما دام ادى التدريب وحضر الاسبوع كله وحضر وحدات التدريب كلها، وتهيأله انه هيقدر يلعب، يجي في الملعب مش قادر يقف. وانت الناس الله ده ما اتمرن كويس، ده ما غابش. لا، غاب بره، حياته بره الملعب ما كانتش مظبوطه. يمكن يا كابتن عبود جماهير النادي المصري كانت دايما تتساءل على مواقع التواصل الاجتماعي، مش متعوده تلاقي مدربه، متعودين دايما يعني في مدرب موجود سواء داخل من بورسعيد او من خارج بورسعيد، حتى لو من يعني مش جنسيه مصريه خالص، انما مدربه كنديه. دي كانت ثقافه جديده على جماهير النادي المصري. آه، هي اولا هم مستغربين الاضافات دي. يعني يقول لك ايه الجهلاء. طب جايبين دكتور رائد يعمل ايه؟ طب دكتور اسلام تغذيه يعني ايه؟ انا بعتبره جهل. طيب كابتن كريستينا بتعمل ايه؟ هو ما فيش مدرب راجل يقدر يعمل اللي بتعمله؟ لا، انا بقول لك لها شغل متميز مع دكتور اسلام، بكره الناس تعرفه. وانا لما قلت لك مش عايزين نعمل لقاء، فاكر قلت لك استنى لما تظهر نتيجه عشان اقول لك ادي شغلهم وادي النتيجه. لسه النتيجه ما ظهرتش، تظهر بالتدرج. فقلت لك مش عايزين نعمل لقاءات معاهم او مع الاضافات الكبيره الثلاثه اللي معايا دول، اضافات كبيره جدا سواء لقطاع الناشئين او للنادي المصري. فكنت مأجل لقاءاتنا. يعني انت استعجلت وعملناه عشان الناس تفهم الادوار اللي بيقوموا بيها، لكن في لقاء تاني عشان نقول لك نتيجه الاضافات دي اهي. احنا استعجلنا يا كابتن عشان بس نريح الجمهور بس. انا عارف في تساؤلات كتير والناس لازم تفهمها، لان في ناس كتير بتسأل ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه ودي بتعمل ايه. انا عارف ان الاسئله دي في راس كل مش البورسعيديه، ده في مصر. الناس شايفه ان دي حاجات جديده، يمكن المفروض الشغل ده يتعامل مع تيم كبير او مع فريق في الممتاز او فرقه بتلعب دوري عام، لكن يتعامل في قطاع ناشئين. القياسات والكلام ده اللي بيتعمل ده يتعامل مع فريق. انما ده النهارده كام فرقه في كام لاعب؟ هنقول متوسط 25 30 لاعب في كام فرقه. العدد ده والكم ده ما بيتعملش. الشغل التخصصي اللي بنعمله ده شيء نادر ان يتعمل في قطاع ناشئين. يتعامل مع فريق مع تيم ماشي اوكي، لكن مع قطاع ناشئين بهذا الكم من الفرق وهذا الكم من اللاعبين صعب وجديد. واضافه. هو ابهر الناس اللي فاهمه، واللي مش فاهم بيتساءل لغايه ما يفهم. واحنا مستمرين ومصممين ان الناس تفهم برضو ان ممكن يبقى في مدربه كره قدم. هي طبعا لها شغل تخصصي، تشتغل زي ما قالت ان هي بتشتغل مع مجموعه من اللاعبين لاعدادهم، وهي اللي بتختار بعض اللعيبه اللي هي شايفه بخبرتها او بالعلم اللي عندها هي والدكتور اسلام ان ان ده لو خد هيبقى. وفي واحد زي اللي بينفخ في قربة مقطوعه، في شغل حلال وشغل حرام ما تضيعش وقتك معاه. وفي واحد تعرف انت هتديله قد كده في المده دي، قد كده الزمنيه هيوصل لكده. دي العين ودي الخبره ان ده هيبقى كده، النظره المستقبليه. فانا بقول لك انا سعيد جدا بيهم. دكتور رائد معايا معرفه قديمه واشتغل معايا قبل كده في قطاع الناشئين. دكتور اسلام طبعا اضافه كبيره جدا
للنادي المصري ولقطاع الناشئين. كابتن كريستينا دي حاجه، ده انا بقول لك مدربه على اعلى مستوى، عندها شغل كويس جدا، عندها شغل تحليلي، بتحلل، تحضر المباراه. بقعد معاها انا بعيد عن الدكه عشان نتكلم، بتحلل المدرب وهو واقف، كوتش اللي بيدير الماتش او اللي قاعد على الدكه او اللاعيبه اللي قاعده على الدكه. اه، وما هو في تقييم احنا بنقيمه مع بعض. عندها نظره كويسه جدا للملعب وفاهمه كرة كويس جدا. ده حاجه جديده، ما يعرفوا انها ممكن تنزل تدرب ولا الكلام ده، لا، عندها عين، ايز، جود ايز، عندها عين كويسه وبتشوف وبتحلل مظبوط اللي انا شايفه. الاقيها سبقاني بتقوله. فده بيبقى تقييم للمدرب وفايده للمدرب. في اخطاء بيرتكبها الكوتش واقف على الخط، في مثلا مباراه بنلعب مباراه وديه مع الفريق الاول في النادي المصري، شافت ان اللعيبه اللي قاعده على الدكه بيكلموا بعض. انت معايا؟ بيكلموا بعض. طيب انت بتكلم بعض، انت ما انت هتنزل دلوقتي، ها؟ قالت لي، رحت كلمتهم، انا ما خدش بالي منهم، هي شافتهم وقالت لي، فانا رحت. لان انت النهارده هتنزل دلوقتي، اذا كان بعد ربع ساعه، بعد نص ساعه، بعد شوط، انت فاهمني؟ لازم تبقى شايف انت هتنزل تعمل ايه. لان انا هقول لك قوم سخن، غير مع فلان، انت شفت فلان اداؤه ايه، والحته اللي بيلعب فيها فين، وبيلعب مع مين، ومجموعه اللعب اللي معاه. لو انت مش مركز هتنزل زي ما بقول برضو، وارجع الفوضى، انزل فوضى. انما لو قعد شايف زملاته وهينزل فلان مكان فلان، هيعرف ايه اللي في الملعب وهينزل يأدي. فهي شافتها، بصيت انا تابعتها لقيتها صح. وده بيكلم اللي جنبه وده بيكلم اللي جنبه وده مش شايف الملعب. ويمكن برضو بعض المدربين يعني واحد على الخط والباقي كله لا. النهارده قمة التركيز في العمل، زي ما احنا كلنا كده، المجموعة اللي قدامك دي لما بنشتغل في تركيز. التركيز يبقى كل الناس لازم تتعلم، اللي مش متعلم يعرف. والنهارده احنا لما بيجي يعني بنقيم لمصلحة المدرب، لان ممكن نفيده في حاجات هو ما عرفهاش قبل كده او ما حدش قالها له، وشغال والناس سايبين بعض يشتغل. لا، تعال حاسب في كذا وكذا وكذا. لو في عيوب اقولها له بينه وبينه. ما هي كمان لازم المنظومه تبقى محترمه، ما تجيش في وسط الملعب تقول له انت بتعمل ايه، تعال هنا قدام اللعيبه. فقد الاحترام وفقد الثقه. لو في انتقاد لمدرب بجيبه. يعني انا لاحظت انا وهي في بعض المباريات اللي شفناها حاجات، بجيب المدرب ما كلموش قدام زملاته، ما كلموش قدام اللعيبه، لوحده. في عندك كذا وكذا وكذا، صلحه. وفي الاخر هو اللي هيظهر بمظهر كويس وهو اللي هينجح. يعني احنا بنخدمه، احنا مش بنضره. انا ضره لو انا هزقته ولا زعقته ولا كلمته قدام اللعيبه قدام زملائه. هنا فقد كل شيء وفقد ثقه لعيبته وزملائه. فالنهارده انا بعتقد ان احنا بنعمل شيء جديد، شغل متقدم جدا في كرة القدم. لأول مرة بيتواجد هذا المنظومة اللي انت كلمت معاهم كلهم وكل واحد شرح عمله. وانا راجل مؤمن بالتخصص، مش هقول انا بقى مدير القطاع، انا مدير فني القطاع، لا، كلهم قائد في حتته.
اللي مش هيقتنع النهارده هيقتنع بكره، واذا كان في نسبه 50% مقتنعه بهذا الكلام، بكره من يوم ما جيت متهيألي النسبه زادت، الاقتناع بيها بكره هتزيد لغايه ما توصل ل 100%. التعود، التعود هي المفاجاه، ان لقوا ست لابسه ترنج ونازله الملعب وايه وبتاع وتشتغل. ها، فالنهارده بيقفوا يستغربوا، واللي يصور واللي عايز جايب موبايل يصور وبتاع. طبعا 100% عمليه شوف، ما دام انت خدت قرار وبدات تشتغل وبقى معاك مدربه موجوده في القطاع، لازم تتحمل. اذا كان هيبقى في نقد، اكيد في نقد، واحده ست بتشتغل في الملعب، في نقد، في نقد، في هدامين عايزين يهاجموا، خدوا فرصه ان في ست في الملعب فبادئين يتريقوا، بادئين. لا لا، خلي تريقتك لنفسك، لان احنا بنبني، مش هنبص لك عشان نقع. هنستمر في طريقنا والمنظومه ناجحه، وفي شهر ونص بقى في قطاع تاني خالص. انا يمكن اتكلمت معاك قبل كده في الحاجات اللي اتعملت التنظيميه والانضباط. النهارده بنتكلم على التخصصات العلميه، فعملنا لعل وعسى الناس تقتنع، وجزء كبير مقتنع، لكن انا عايز الاقتناع يبقى 100%، لان احنا بنخدم بلدنا وبنخدم نادينا، النادي المصري. بدليل النهارده في كام لاعب بورسعيدي في الملعب ما كانتش موجوده، خلى تيم النادي المصري من البورسعيديه في يوم من الايام. ال11 من بره والدكه كمان من بره، وده شيء مؤلم. النهارده في لا يقل عن 4 بورسعيديه بيلعبوا في الفريق، وحديثا صعد مننا 4. وده برضو انا عايز بشكر كابتن حسام حسن، لانه مدرب جريء. انا مش هتكلم في نواحي فنيه، انا هتكلم في الحته اللي تخص قطاع الناشئين. راجل جريء، وعد نلعب معاه مباريات وديه كل اسبوع، بيراقب اللاعبين، بيشوف الفرقه اللي قدامه، بيبدا يركز مع بعض اللعيبه، بدليل انه طلب 4 وصعدهم، وقال ان انا بصعد مش عشان يتدربوا، انا بصعد عشان الاعب. لما القطاع كله شاف ان الموضوع ما فيهوش هزار، ودي حقيقه، ها، لما لقوه حقيقه بدا عندي القطاع يولع، اللعيبه اصبح عندها طموح وامل. كان زمان لاعب الناشئين عارف النادي المصري بيمشي 15 لاعب ويجيب 20 25، فالاحباط واليأس تحت. هو عارف داخل النادي المصري هيوصل ل 19 سنه وهيتكل على الله يشوف مصلحته، مالكش مكان فوق. النهارده كله شادد، كله بيتمرن، كله مركز، وعنده الامل والطموح ان يصعد فيرست تيم، لان شاف العمليه حقيقه قدام عينه اهو. زملاته هناك هم. وفي ماتش ودي الاسبوع اللي فات لعبوا ضدنا مجموعه من الناشئين من فرقه 97. فالحقيقه التركيز عالي جدا، والمستوى بدأ يعلى، لان الناس بدأت تهتم، اللعيبه. بعد اولياء الامور عن ولادهم خلى التركيز اعلى للاعب والمدرب طبعا، لان طبعا كان في مشاكل الحمد لله اتكلمنا فيها قبل كده، مش هنعيدها ولا نكررها، لكن ان شاء الله هدفنا احنا الاول تصعيد لاعيبه بورسعيديه من بورسعيد يمثلوا ناديهم زي زمان. احنا في عصر احتراف، ايوه، لكن لابد من قوام للفرقه يبقى من ولاد النادي، لان الراجل اللي بيتربى في النادي غير اللي بتجيبه لمده معينه، لموسم، نص موسم، اعاره 3 شهور، اعاره 4 شهور، الكلام ده
مش هيعطيك شيء. يعني بتجيب في حدود النقص اللي عندك او الاحتياجات، ولكن يا رب قوام الفرقه يبقى من لعيبه البورسعيديه. النهارده في عدد ان شاء الله الايام القادمه والشهور القادمه والاعوام القادمه هنلاقي الغالبيه العظمى في الملعب من ابناء بورسعيد، ودي امنيه، وبتمنى طبعا التوفيق للفريق الاول، لان هو احنا كلنا كل المنظومه دي اللي بتشتغل عشان الفريق الاول. احنا اذا كنا احنا بنهتم طبعا نصعد لعيبه ماشي، لكن كون ان احنا بنهتم ان الفرق تفوز وتكسب، دي في حاجه في الكوره اسمها ثقافه الفوز مش ثقافه الهزيمه. بتهتم وبتشد على اللعيبه عشان تكسب، حتى احيانا تكون البطوله خلصت او فزت بيها او انتهت، وما ذلك حتى الماتش الودي تبقى عايز اللعيبه تكسب. بتخلق عنده ثقافه الفوز، وثقافه الفوز مهمه. بتيجي في المرتبه الثانيه، المرتبه الاولى ان يطلع ناس فوق. في نقطه اتكلم فيها دكتور رائد سبقني فيها. على فكره انا بفكر وبدات اعمل، هوحد، مش يعني بمعنى البرامج، بوحد اسس معينه، 5 6 اسس يبقى بتلعب بقى كل فرق الناشئين، بحيث لو شفت انت فرقه لابسه ازرق وبتلعب تقول دول لابسين ازرق ليه؟ دول النادي المصري. هعمل اسلوب لعب اداء الفرق كلها هتأديه، 5 6 عناصر ثابتين. بيختلف التكتيك في الاستراتيجيه بتاع المباراه اللي هنلعبها. طبعا كل ماتش ليه استراتيجيه معينه، سواء الملعب او الخصم اللي هتلعبه او الجو او الجمهور او الكلام ده كله بيتغير، تلعب تكتيك مناسب للاستراتيجيه بتاع الماتش نفسه. لكن هتلاقي 5 6 اسس ثابتين في اداء النادي المصري للناشئين. ده غير برضو انا بشوف الفريق الاول له سيستم او طريقه لعب او تكتيك معين بيلعب بيه الفريق الاول، عايز احفظه، اخلي معظم الفرق تلعب بيه، وخصوصا الفرق القريبه من الفيرست تيم. ليه؟ عشان اللعيب لما تاخده ما يحسش بغربه. ما هو كان كده تحت يلعب هنا، كان بيلعب هنا تحت. دي بقى الاضافه الفنيه اللي هنضيفها لقطاع الناشئين يا رب ان شاء الله. وبشكر طبعا المجموعه العظيمه اللي معايا دي، اللي بشيء جديد على قطاعات الناشئين، خطة احمال دكتور رائد، دكتور اسلام طبعا في تخصصه العظيم اللي بيفيد اللاعب خارج الملعب اكتر ما بيفيده في الملعب. ودي نقطه مهمه جدا، مكمل لعمل الملعب. بدونه اللاعب بيضيع، مرن ويروح يسهر ما ياكلش بتاع، خلاص راح انتهى كلاعب، مش هيعمر سنه 2 وهيموت توفى رياضيا. طبعا الكابتن كريستينا دي يعني انا بشكرها برضو على ادائها، تحب الشغل جدا، مش عايز تخرج من الملعب، حاجه يعني متفانيه في عملها. اقول لها روحي ارتاحي خلاص كده يعني انت اديتي، تقول لها لا لسه، ومصممه. يبقى اللاعب عايز يروح وهي مش عايزه تروح، متفانيه في عملها، بتأدي شيء جديد على الكوره في النادي المصري، واضافه كبيره. وانا بحييها طبعا على ادائها، وبحيي الدكتور اسلام والدكتور رائد، وبشكرهم كلهم. وبقول لجمهور المصري قبل الناس كلها انه لابد وان يقتنع ان البقاء للعلم. الفهلوه انتهت. شوف انا ابتديت بمنشط وبنهي الفهلوه التدريبيه وفهلوه الملاعب انتهت. النهارده في شغل علمي، الراجل اللي هيستفيد. انا بتكلم بقى على المدربين.